السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة رهيبة جدا واقتصادية جدا جدا وبمكونات كلها موجودة عندنا في البيت وفي وقت بسيط هتعمليها. لو عندك بواقي بسكوت وأولادك مش بياكلوه، تعالي أقولك ازاي نعمل بيه ألذ وأسرع حلا بدون فرن وبدون بيض، وأولادك هيعشقوه ومش هتحتاري تاني في بواقي البسكوت الموجودة عندك. هنعمل مع بعض حلا طبقات من بواقي البسكوت لذيذ جدا وسريع وفي وقت قياسي جدا. قبل ما نبدأ وصفتنا كالعادة ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ولايك وشير للفيديو. هنجيب بواقي البسكوت اللي عندنا، أي نوع بسكوت خلاص أولادك مش عاوزين ياكلوه ننزل بيه كده في الكبة ونفرمه، مش عاوزينه ناعم قوي، أنا عاوزاه زي حبيبات الرملة الخشنة. بعد كده هنوزع منه كمية متوسطة مش كتيرة ومش قليلة في بولات أو كاسات علشان لسه هنعمل طبقات عليه. لو انت مش متاح عندك بواقي بسكوت ممكن تستخدمي أي نوع سادة انت تحبيه. بعد كده بقى بظهر المعلقة نبتدي نضغط على البسكوت ده علشان نسويه في البولات بتاعتنا. تعالوا نحضر تاني طبقة الأولاد حرفيا بيعشقوها، كسرولة أو حلة. هننزل ب3 كوبايات كبار من اللبن و4 معالق كبار من السكر، والسكر هنا حسب الرغبة. معلقتين كبار من النشا و3 معالق كبار من الكاكاو الخام الغير محلى ومعلقة كبيرة من الدقيق. الدقيق هنا بيعزز الطعم وبيخلي القوام كريمي جدا وطعمه خطير. هنقلب كل المكونات دي كده على البارد ونتأكد ان مفيش اي تكتلات. بعد كده بنرفعه على النار مع التقليب المستمر. اول ما يبدأ يتقل هنضيف عليه قطعتين من الشوكولاتة الدارك ورشة صغيرة من الفانيليا مع التقليب المستمر لغاية ما الشوكولاتة تدوب معانا والقوام يتماسك، وبكده يكون أحلى بودنج شوكولاتة جاهز. الأولاد بيعشقوه والحلا ده هيكون جامد بالنسبة ليهم. هنوزع بقى البودنج ده على طبقة البسكوت اللي احنا حضرناها ونسيبه كده لغاية ما يهدى أو يبرد شوية. الحلا ده على قد ما هو خفيف ومش معقد بس مغذي لأولادنا جدا. أول ما يبرد معانا هنوزع عليه طبقة تانية من البسكوت تكون طبقة خفيفة عن الطبقة الأولانية اللي احنا حطيناها، عشان لسه في طبقة تانية هنعملها دلوقتي. بفكركم باللايك والشير علشان الفيديو يوصل لعدد كبير من الناس. هنحتاج برضو لعمل الطبقة الأخيرة للحلا بتاعنا 3 كوبايات كبار من اللبن و3 معالق كبار من السكر، وهنضيف عليهم 3 معالق كبار من النشا ومعلقة كبيرة من الدقيق. هنقلب كل الخليط دون على البارد وبعد كده نرفعه على النار لغاية ما القوام بتاعنا يتماسك، ونضيف في الآخر رشة من الفانيليا. الفانيليا هنا أنا بحب أضيفها في الآخر علشان الريحة والطعم بتاعتها تكون قوية معايا. هنقلب بقى ونتأكد ان الدقيق بتاعنا اتطبخ كويس علشان الطعم بتاعه ما يكونش ظاهر وكمان يعطينا القوام الكريمي اللي احنا عاوزينه. نوزع بعد كده طبقة الكريمة دي على البولات أو الكاسات على طبقات البسكوت اللي احنا عملناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد الريحة فظيعة جدا، الحلا ده خطير، جربوه هيعجبكم جدا ومش هتحتاروا في بواقي البسكوت الموجودة عندكم. زينيها بالشكل اللي يعجبك. انا زينتها كده برشة من البسكوت ورشة من بشر الشوكولاتة. لو عندكم مكسرات ممكن تزينوها بيها، وكمان ممكن تقدموها سادة من غير اي حاجة، قدميها بالشكل المناسب لك.
وده كان شكلها زي ما قلتلكم حلا اقتصادي بمكونات موجودة عندنا دايما، مش هياخد في ايدك وقت خالص، لذيذ وسريع، والأطفال بيحبوا البودنج والكريمة البيضة، هيبقى بالنسبة لهم حاجة خطيرة ولذيذة جدا. وبكده تكون خلصت وصفتنا. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. دمتم بخير.